حاجتين كده عايز اتكلم عليهم يعني بسرعة قبل ماتش مصر وروسيا الودي. اول حاجة كابتن احمد بلال، انا عايز اسأله بس سؤال. هو انت وقت ماتش نهائي القرن اللي كان بين الاهلي والزمالك، هو انت كنت فين؟ يعني انا عايز اعرف انت ما طلعتش ليه في الماتش ده قبليها وقلت اي تصريح من التصريحات او اتكلمت او عملت اي حاجة؟ كنا خدنا البطولة. انا راجل، انا بحس انت وش السعد على الزمالك، يعني انت تصريحاتك دي وش السعد على الزمالك. انا بحس ان انت زملكاوي متنكر في صورة اهلاوي. انت مفيش تصريح بتقوله ويطلع صح، مفيش تصريح قلته طلع صح. الاحسن لك خلاص يعني محلل، يعني اطلع اتكلم على الكوره لكن ما تقولش تصريحات. خلاص سيبك بقى، فكك من حيث قصه التصريحات والكلام دوت. اطلع اتكلم كوره، او لو هتقول تصريحات يا ريتك تقولها على الزمالك عشان الحمد لله بيحصل عكسها. تاني حاجه بقى نخش على القايمه او المنيو بتاع حسام حسن اللي داخل بيه كاس العالم. انا ما عنديش اعتراض ان انت ما خدتش محمد اسماعيل وما خدتش محمد شحاته، ما ضمتهمش المنتخب. يعني انا بس محمد اسماعيل، انا عندي لعيب كوره. انا كمدير فني للمنتخب عندي لعيب كوره بيطلع بالكوره كويس، بيلعب في 4 مراكز. لعيب بيلعب تحت ضغط. انا معرفش ايه يعني ايه ليه ما ضموش المنتخب. يعني لعيب بيلعب عندي في 4 مراكز. رؤية فنية ما عنديش مشكلة، رؤية فنية وبالنسبة لمحمد شحاتة نفس الكلام، برضو رؤية فنية ما عنديش برضو مشكلة. طيب استبعاد مصطفى محمد برضو ما عنديش مشكلة فيه. انت طريقة لعبك اصلا ما بتعتمدش على مهاجمين. هو انت بتلعب يا دوب بعمر مرموش مهاجم، ولما بتسحبه يا بتنزل مصطفى محمد 3 4 دقايق وخلاص. فانت اصلا ما عندكش قناعات في المركز ده ان حد يلعب فيه. كل ده زي الفل، ما عنديش اي مشكله فيه خالص. فانت استبعدت بقى ايه مصطفى محمد. فجينا اتفاجئنا ان انت ضميت حمزه عبد الكريم واقطاي. حمزه عبد الكريم الناشئ بتاع الاهلي، بيلعب برشلونه، مستقبل الكوره، اتمنى يبقى زي صلاح ويعدي، ما عنديش ادنى مشكله فيه خالص. بس هو مش هيشمها. ده اول حاجه. تاني حاجه، طالما انت استبعدت مصطفى محمد، ليه ضميت اقطاي؟ طب هو ايه الميزه في اقطاي؟ يعني انت عايز تقنعني ان اقطاي احسن من مصطفى محمد كوره؟ ده اقطاي هو ايبك.